فأنت تخيل نفسك أو أنا أتخيل نفسي. أنا أخذت من أهلي صغير في السن 9 سنين 10 سنين، ودخلت مدرسة أردون التذكارية، جلست فيها 4 5 سنوات. السنة ال9 أشهر بكون في المدرسة، بذهب فقط أشهر محدودة إلى أهلي في هذه المدرسة التي أعيش فيها. عندي اوبن بوفيه في الفطور وكذا آه. ويتعاملوا وفي بروتوكول بتاع أكل وشرب وزي ونوم وأنا جاي من قرية. أيوة، أنا جاي من منطقة متخلفة. فعمليا أنا سيتم تركيبي وتصنيعي، مش كده، على أساس إنكار الهوية بتاعتي، مش كده. وبعد الإنكار مباشرة التفكير يعني على طول أنه كيف أتخلص من هذه البنية المعلقة التي أنتمي إليها، المتخلفة القديمة البالية. وده فسر لك أنه ليه النخب السودانية الأوائل كانوا يتزوجوا من أجنبيات. هاي شوف الرفض نفسه. أخذوا مجتمعات خيارهم. عارف مجتمعات تقليدية، يقول لك يعني البنت اللي ابن عمها على طول. مجتمع زي المجتمعات العربية التقليدية دي. آه. أولى مظاهر انحراف النخبة ومحاولة الخروج من فضاء الاجتماع الذي يخصها أنها بدأت تبني لنفسها حضور خارج الظاهرة.